ويستضيف ملعب استاد الدفاع الجوي قمة الأهلي ضد بيراميدز مساء اليوم في لقاء يصعب التكهن بنتيجته قبل إطلاق صفارة نهاية المباراة. ويبحث الكثيرون من محبي الكرة المصرية والجماهير الأهلاوية عن موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، لطالما عرفت مباراة الأهلي وبيراميدز بالقوة والحماس والندية، إلا أن مباراة اليوم تزداد أهمية فوق أهميتها لأنها تعد بمثابة مباراة تحديد مصير بطل الدوري نسخة 2024-2025. يتفوق بيراميدز على النادي الأهلي بأربع نقاط فقط، وفي حال فوز الفريق السماوي اليوم سيوسع الفارق إلى 7 نقاط، بينما إذا فاز المارد الأحمر سيكون الفارق نقطة وحيدة لصالح بيراميدز ليشتعل الصراع على المنافسة مجددا. الأهلي يخوض المباراة له في مرحلة تحديد البطل، حيث انسحب من مباراة الزمالك في الجولة الأولى من البطولة وتم احتساب ال3 نقاط للفارس الأبيض. ويطمح النادي الأهلي بأن تكون روح الفريق حاضرة كعادة المارد الأحمر بالمباريات الكبيرة والمصيرية ليحصد ال3 نقاط التي ستكون هي الأثمن والأغلى في بطولة الدوري هذا الموسم. ولكي يحافظ الأهلي على لقبه في بطولة الدوري المصري، يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إلى خوض اللقاء اليوم أمام بيراميدز بتشكيلة هجومية والاعتماد على الارتداد السريع عند فقدان الكرة لتجنب الهجمات المرتدة الخطيرة. وتخوض كتيبة كولر لقاء اليوم بالقوائم الأساسية الكاملة دون غيابات مؤثرة عن صفوف الفريق، لذلك سيعمل السويسري على تثبيت تشكيلة المباراة الماضية أمام الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويحتل الأهلي وصيفه جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يعتلي فريق بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة. ويعاني فريق بيراميدز من غيابات مهمة ومؤثرة في الفريق، وعلى رأسهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي وبلاتي توريه. بيراميدز يحافظ على الصدارة. حافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري دوري نايل. سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع ليرتفع رصيد بيراميدز ل 44 نقطة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر الصراع اللقب. يعني أنا عايز بجد أشيد بمحمد الشيبي، لعيب جامد جدا ولعيب محترف جميل، لعبه جميل وسلس. والهدف اللي جابه يعني يعتبر من أحسن الأهداف اللي جت في الدوري السنة دي بجد. يعني على قد ما أنا أهلاوي وبشجع الأهلي وكل حبي في الدنيا الأهلي، انا عايز اقول ان محمد الشيبي بتمنى ان هو يجي الاهلي ويكون في كاس العالم للانديه لو باي رقم. ايه هو بجد لعيب جميل ولعبه شيك وتحس ان هو لعيب اوروبي، فبتمنى ان هو يجي الاهلي فعلا. وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم باستاد الماكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدوري الممتاز دوري نايل. وأحرز هدفي فريق سيراميكا أحمد رمضان في الدقيقة 73 وأحمد رضا في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع للقاء. بجد حاجة تقرف. واللعيبة النهاردة يعني أنا مش ما أقدرش أقول إن اللعيبة لعبت. اللعيبة ما لعبتش المستوى المطلوب منهم. بالعكس الماتش النهارده لولا طرد مهند لاشين كان ممكن بيراميدز يكسب الاهلي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل.